السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا القناة، أهلا وسهلا بحضراتكم. فيديو جديد وحلقة جديدة على القناة المفضلة لديكم، فضلا وليس أمر، اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أنا مش عارف أبدأ الفيديو منين، بس اللي عايز أقوله إن الواحد فعلا تعب من قناة الزمالك، ومن الإسفاف على قناة الزمالك، ومن رئيس نادي الزمالك، ومن النقاد الموجودين على منصة نادي الزمالك. كل يوم والتاني سباب على قناة الزمالك. ليه مرتضى منصور بيكسر في رموز نادي الأهلي بالأخص وفي رموز الكرة المصرية؟ ايه المطلوب من كده؟ ده اللي احنا نفسنا نفهمه. وكل يوم والتاني بتصريح جديد، يعني اخر تصريح ليه ان كهربا مش هيلعب. انت يا عم جبت الكلام ده منين؟ ايه الدليل بتاعك على كده؟ انتوا يا جماعة يعني هو دماغكم دي فسفس؟ ما بتفكرش خالص؟ يعني انت قلت في ماتش سموحة ان كهربا مش هيلعب، وشفنا الخيبة التقيلة قد ايه في كلامك وكلام النقاد اللي موجودين على القناة بتاعتك اللي بتبث من تحت السلم. كهربا لعب، وزي ما قلنا قبل كده في الفيديو اللي فات 2 اسيست 1 جول. او انت كمان ساعتها حلفت بالطلاق يا عم مرتضى يا منصور ان كهربا مش هيلعب وبالتالي لعب. انت منين جبت الجراءة وجبت الكلام ان مش هيلعب في ماتش القمة؟ ايه دليلك على كده؟ ايه ردك على كده؟ انت بتقول ان ميعاد 2 فبراير ان هيتنزل في دعوة كهربا. كهربا لسه قدامه 6 شهور على القيد الثالث بالنسبة ليه، على شهر 8 ان شاء الله في اغسطس 23 تقدر تشتكيه وتاخد فلوسك. لكن فكرة ان هو مش هيلعب ماتش القمة، الكلام ده غير صحيح. انا بقول لكل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله كهربا هتلاقوه في ماتش القمة النهاردة، وان شاء الله هيجيب جون. ان شاء الله هيجيب جون علشان مرتضى منصور وكل اعوانه وكل زبانيه جهنم الموجودين على منصه الاهلي، على منصه الزمالك اسف، يعرفوا قد ايه ان نادي الزمالك ده نادي كبير. لكن انتوا اللي شوهتوا سمعه نادي الزمالك. مع احترامي لحضراتكم كلكم، انا شخصيا انا بحب نادي الزمالك ككيان نادي الزمالك، لكن الاشخاص اللي موجوده على منصه نادي الزمالك انتوا ليس جديرين ان انتوا تكونوا موجودين اصلا على قناه نادي الزمالك. الحاجة التانية موضوع محمود متولي. محمود متولي نادي الأهلي أرسل خطاب للفيفا علشان خاطر يشوف موقفه إيه، إن هو مش هيشارك في مباراة القمة النهاردة. الأهلي عنده غيابات بالكوم، الأهلي هيرجع تاني للمستشفى بتاعته، في إصابات كتير جدا في الأهلي. إحنا لحد النهاردة مش عارفين مين هيلعب سيرد باك ورا جنب رامي ربيعة مكان محمود متولي. كلاتنبرج بيقول لك ان الانذار اللي خده محمود متولي انذار مستحق. طب انا بس عايز افهم، هل انت فرغت المكالمه او الحديث اللي دار ما بين محمود متولي وما بين حكم الساحه؟ هي مش في سماعه محطوطه وفي فار موجود وفي محادثه او في حوار ما بين محمود متولي وحكم الساحه وليد عبد الرازق؟ يا عم فرغ الحوار ده وعرفنا هو ايه اللي غلط فيه محمود متولي عشان خاطر يستبعد عن مباراة القمة. يا جماعة الموضوع ده ممنهج، الموضوع ده ممنهج ان هم يستبعدوا محمود متولي عن لقاء القمة. هو انا بقوله خلاص ان هو يعني انذار مستحق. بناء على ايه يا كاتلنبرج قلت كده؟ فرغ لنا الحوار واعرضه على إدارة نادي الأهلي عشان نقول إن فعلا انذار مستحق. يعني ده كل اللي حصل. ده حمدي فتحي قعد اكتر من 3 دقايق او 4 دقايق يتكلم مع الحكم، ومجرد ان محمود متولي بس جاي بيفهم فيه ايه راح مديله الانذار في وشه. ده نوضح فين الطمأنينة اللي انا احسها ان انت كحكم بتحكم بما يرضي الله؟ ربنا يستر النهارده. انا مش خايف غير من حاجه واحده بس، اللي هو السيرد باك، اللي هو خط الدفاع بتاع النادي الاهلي. مين هيكون جنب رامي ربيعه؟ ايمن اشرف بقاله كتير قوي، ازيد من 4 اشهر ما لمس كوره. ياسر ابراهيم مصاب. ممكن يكون محمد هاني برضه بيجيد اللعب في المركز ده، ان شاء الله يكون موجود جنب هاني ربيعه في الحته ديت. هل خالد عبد الفتاح ممكن يكون موجود جنب رامي ربيعه في المركز ده؟ ده اللي احنا هنشوفه النهارده. كل الامنيات لنادي الاهلي بالفوز عن جداره وعن استحقاق. وان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم كهربا هيكون موجود النهارده في القمه. مش عايز اي قلق، اي تصريحات ما هي الا زوبعه بلبله عشان خاطر يكون في قلنا وعدنا وزدنا داخل صفوف نادي الاهلي ولمنتمين النادي الاهلي ولجماهير النادي الاهلي العظيمه. فضل وليس امر اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.